أعتقد أن أول شيء نقول سلامات للشباب. أعتقد أن إصابات طفيفة ويرجعون إن شاء الله في أقرب فرصة. يمكن نقول رب ضارة النافع. يمكن هذه الإصابات جاتنا الحين في وقت ما في شيء رسمي. أعتقد أن احنا كمنتخب 24 لاعب أو 25 لاعب كلنا مكملين لبعض. يمكن بيغيبون هذه الفترة. البركة في الشباب الموجودين. هذا الوقت أعتقد أنه وقتهم. يمكن فترة طويلة ما شاركوا مع المنتخب. هذه فرصة لهم يطلعون إمكانياتهم وفي نفس الوقت يتأقلمون على الوضع كمباريات مع المنتخب ومباريات على مستوى كبير. نحن أعتقد أن الشباب يمكن مثل ما ذكرت أنت في لاعبين أول مرة يلتحقوا في المنتخب، أول مرة يلعبون مباريات رسمية. بس يمكن المدرب ذكر نقطة في المؤتمر، نحن كلاعبين منتخب نتعامل مع المباريات يعني كلها نفس الشيء. يمكن بنقابل منتخب قوي والكل جالس يتكلم عن موضوع التعب. نحن مدركين وعارفين يمكن حتى قبل المعسكر انه راح تكون في تعب، بس نحن محتاجين في نفس الوقت نلعب مثل هذه المباريات. اعتقد المباراة لي واللاعبين راح تكون مفيدة بغض النظر ايش اللي راح يصير في المباراة. اللاعبين اللي بيشاركون اول مرة هذه فرصة لهم يحتكون في منتخبات كبيرة كمنتخب أمريكا، وفرصة لهم في نفس الوقت يعني على الأقل يطلعون هوية لهم. أكيد تمثلنا شيء كبير لأنك أنت هذه المباريات أعتقد ما تحصلها، وإنك قليل تحصل فرصة قليل إنك تلعب مع منتخبات كبيرة. أعتقد حالها حال مباريات المنتخب الألماني قبل والمنتخبات الكبيرة الياباني والسعودي. هذه فرصة نحن كلاعبين نطلع إمكانياتنا فيها. يمكن عامل الإعداد يمكن ما مش هو بالشكل المطلوب، بس نتمنى أن تكون مباراة ترضينا احنا كلاعبين وترضي الجمهور إن شاء الله. وسيستم المدرب أعتقد أنه واضح للكل. يمكن هذه طريقة لعب نلعبها من 4 سنوات، طريقة واضحة. يمكن المنتخبات الثانية حتى عرفت أسلوب لعبنا، بس في نفس الوقت نحن كلاعبين لنا أدوار خاصة يمكن ما نقدر نتعداها، وحتى لو تعديناها نتعداها بالشيء اللي نشوف نحن كلاعبين انه يساعد الفريق. فاعتقد ان بالنسبه لي انا حارب او اي حد يلعب في هذا المركز، اعتقد انه لازم يكون متواجد وحاضر في المباراه 90 دقيقه، لان اي هفوه بسيطه راح تكلف الكثير. هو السيد برانكو اعتقد انه في كل تمرين وفي كل حصه تدريبيه له اسلوبه الخاص لكل لاعب، يعني يعطيه اللي هو الدور اللي يقوم فيه في 90 دقيقه، والشيء الزايد اكيد هو راح يصفق له يعني.